أهلا بيكم في الجزء الرابع من الريزومي اند انترفيو بريبريشن، اللي هو جزء من سلسلة المحاسب الخاصة بالخريجين الجدد. هنقول هنا شوية نصايح تخليك تعدي من الانترفيو بنجاح. عندنا أول حاجة نوعين من الانترفيو: الفون انترفيو والان بيرسون انترفيو. انترفيو عن طريق التليفون والفيس تو فيس اللي انت بتروح تقابل فيه الناس. هنتكلم في الحلقة دي عن الفون انترفيو عشان في بعض الشركات بتحتاج تعمل خطوة التليفون انترفيو علشان تعمل فلتر بشكل أكبر للمتقدمين للوظيفة لمرحلة الان بيرسون انترفيو اللي بتكون بعدها. وهتلاقي عندك 3 أنواع من الفون انترفيو، وهم: أول واحد إنك بتتصل بمسؤول التوظيف بمكان معين وبتلاقيه مهتم بخبرتك ويبدأ يسألك أكتر، ومن هنا المكالمة بتتحول لانترفيو وبيبقى ليها تأثير على اختيارك للمرحلة اللي بعدها. او النوع التاني، في شركة بتكلمك بناء انك بعت السي في قبل كده او سبت رقمك في ايفنت. في الحالة دي بتبقى مش مستعد للمكالمة، بس هو برضو انترفيو ولازم تبقى مركز وتحاول تكون متاح وتهيئ الدنيا للمكالمة وتستغل الفرصة. تالت نوع بيبقى في ميعاد محدد مسبقا مع الشركة على المكالمة دي، وانت بتبقى متهيأ نفسيا وبتبقى قاعد في مكان شبكته كويسة وبتبقى جاهز لميعاد الانترفيو. تعال بقى نقول لك 7 نصايح يساعدوك وانت بتعمل الفون انترفيو. اول حاجة، خليك جاهز للمكالمة. جهز الداتا اللي انت بحثت وجمعتها عن الشركة وعن الوظيفة، وخلي السي في بتاعك قدامك او على الموبايل بشكل سهل انك تجيبه، وخلي دايما معاك نوت بوك او ابليكيشن على الموبايل تسجل فيه ملاحظاتك. ولو الانترفيو ميعاده متحدد قبل كده، اجهز ليه بانك تبعد عن اي دوشة وتخلي ازازة مية جنبك عشان لو احتجت تشرب، واقفل خاصية الويتنج من على الموبايل عشان مفيش حاجة تشتتك وانت في الانترفيو. تاني حاجة، خليك واثق بنفسك وبقدراتك وما تبقاش خايف او متوتر في المكالمة، لان معنى ان هم كلموك يبقى انت مميز ومناسب بالنسبة ليهم، فأكد لهم ده في المكالمة وما تبقاش مهزوز. لما ترد على التليفون اطلب من اللي بيكلمك يعيد اسمه تاني لو ما سمعتوش كويس، ورحب بيه وقول اسمه وانت بترد عليه، ده بيدي انطباع كويس في اول المكالمة. طيب لو ظروف مش مساعدك خالص انك تكمل مكالمة الانترفيو والدنيا دوشة حواليك ومعرفتش تهيأ الجو للمكالمة، اعتذر لهم كده بشكل شيك، خصوصا لو المكالمة ما كانش مترتب لها، واطلب منه يكلمك في ميعاد تاني يكون مناسب. تالت نقطة، اسمع كويس وللآخر وما تقطعش مسؤول التوظيف قبل ما يكمل كلامه أو سؤاله، لأن كل ما تسمع كويس كل ما هتجمع معلومات أكتر وتعرف ترد بشكل أفضل. واطلب التوضيح لو في حاجة مش واضحة بالنسبة لك، وخلي أسئلتك محددة وإجابتها بتكون بنعم أو لا عشان الأمور تكون واضحة. ودي حاجات كده حابين ننبه عليها بحيث ما تعملهاش وانت ناسي في الانترفيو. ما تبقاش بتعمل انترفيو وانت بتدخن او بتاكل او بتشرب او مشغول. حاول ما تكحش في الانترفيو، لو حصل ابعد عن المايك واعتذر بشكل شيك. ما تحسس انك لازم تتكلم كتير وتملى المكالمة، قول اجابتك اللي شايفها مقنعة. دايما في الفون انترفيو انت عندك ميزة ان اللي قدامك مش شايفك، فممكن تكون مجهز ورقة قدامك عن الشركة او متطلبات الوظيفة، وده تقدر تعمله لو ميعاد الانترفيو محدد قبل كده، وكمان مش في الفون انترفيو، كمان في الاونلاين انترفيو. النقطة السادسة انك ركز وانت بتحكي خبرتك تقول النقط المناسبة للوظيفة اللي انت مقدم عليها، اللي هتخلي مسؤول التوظيف ده يحس انك الشخص المناسب للوظيفة ويأهلك لمرحلة الان بيرسون انترفيو اللي انت عايز توصل لها. وما تقولش اي نقط سلبية تأثر على فرصتك في انك تفوز بالوظيفة او ما تقدرش تاخد ميعاد للان بيرسون انترفيو بعدها. بالنسبة للنقطة الأخيرة، اسأل على الخطوة اللي بعد كده. لو ما لقيتش رد إيجابي وانت مهتم جدا بالشغلانة دي، اسأل مسؤول التوظيف لو عنده أي تعليقات أو ملاحظات عايز يقولها لك، أو لو في أي ميس أندرستاندينج في نقطة معينة. لو تجاوب معاك والأمور بدأت توضح وبقت تمام، اسأله على الخطوة اللي بعد كده تاني لو ما كانش جاوبك عليها.
بس كده، استنونا الحلقة الجاية هنتكلم عن المقابلات الشخصية وازاي تعدي منها وازاي تجاوب على أسئلة الانترفيو. وما تنساش لو انت محاسب او بتدور على اي وظيفة في مجال الحسابات او الخدمات المالية، تابع صفحتنا على لينكد ان هتلاقي فرص كتير. ولو انت عايز شغل حر في المجال، سجل على منصة accountingclub.net كمقدم خدمات وقدم على المشاريع المناسبة ليك. سلام.